من ضمن الحاجات دي الانتل ارك، ده الجهاز اللي معانا ده ديل اكس بي اس 9530. طبعا ده فئه الاكس بي اس وده الجيل ال 13. دايما لما يكون مصور اي لابتوب او حاجه محتاجين نعرضها ليكم بتبقى محتاجه ان احنا نذاكرها شويه، بس بالاخص كمان لما بيكون في حاجه جديده. يعني مثلا خليني اكلمك المره دي على الانتل ارك. الانتل ارك ده محتاج ان انا اقول لك تفاصيل كتير قوي عشان تفهم المميزات بتاعته وعيوبه، عشان تشوف فعلا تختار حاجه تكون مناسبه ليك. دايما مش كل اللابات وحشه ولا كل اللابات كويسه جدا، هي اللابات بتبقى مناسبه لو انت تناسب استخدامك واحتياجاتك بالظبط. فانت بنعتبر اللابتوب ده زي قطعه القماش، لازم تفصل عليك، لازم تكون متفصله على تفاصيل حياتك وشغلك واسلوبك كل حاجه، بحيث ان انت معاك قطعه فعلا توفر لك وتسهل لك حياتك. لان دلوقتي اللابتوب ما بقاش رفاهيه، ده بقى حاجه هتعتمد عليها في شغلك وتسهل لك كل الاحتياجات اللي انت محتاجها. من ضمن الحاجات دي الانتل ارك، ده الجهاز اللي معانا ده ديل اكس بي اس 9530. طبعا ده فئه الاكس بي اس وده الجيل ال 13 كور اي 7 زي ما انت شايف. بس المميز هنا بصراحه هو الثريدز. طبعا عندك 20 ثريد مع 14 كور، طبعا متقسمين طبعا برفورمانس وافيشنس. بس الجهاز ده البروسيسور ده بيقدر يوصل معاك لحد 5 جيجا هرتز طبعا في تيربو بوست، الاي 7 13700 اتش مع ال 24 كاش. طبعا ده البروسيسور. الاهم من كل ده هو الجي بي يو. تعالى اكلمك على الجي بي يو ده شويه عشان المره دي الموضوع مختلف. انت هتلاقي خدت بالك هتلاقي عندك ان الزيرو الانتل ايرس، خلاص الانتل ايرس ده خلاص بقى معروف ان هو بيقدر يوفر لك حاجات الفوتوشوب والحاجات اللي هي الخفيفه، وده كارت انتجريتد، كارت مدمج مع المعالج. لكن الكارت الثاني اللي هو موجود هنا ده كارت منفصل. الكارت المنفصل اللي جاي بفئه الاي 370 ام، الكارت دوت مميز فيه. خليني مش عايز اكلمك في تفاصيل وفنيات كتير، بس خليني اقول لك بس على شويه مصطلحات عشان تقدر تدور عليها وتتاكد. ودايما اي حد بيقول لك معلومه لازم تسيرش. موضوع السيرش دلوقتي بقى سهل جدا، شات جي بي تي موجود واكتر من منصه اي اي تقدر فعلا تتاكد من المعلومه. ما تاخدش اي معلومات كده من غير ما تراجعها ومن غير ما تتاكد منها، من غير ما تبص على ريفيوهات كتير. فاحنا خلينا الجهاز ده او الفيديو ده مرجع لفكره الارك. الارك هنا المميز فيه ان هو في انتجريشن ما بينه وما بين البروسيسور، لان هو بيقدر يديك يعني مثلا انت بتتكلم على حاجات مميزه جدا، او اكتر الحاجات اللي احنا بنحتاج نشتغل عليها دلوقتي هي الديكودنج والانكودنج بالنسبه لجزء الفيديو. حاجه زي البريمير مثلا عشان اسهل لك لو انت بتعمل اكستراكشن للفيديو بتاعك او بتعمل ستريم على يوتيوب او ايا كان الستريم اللي انت عايز تعمل عليه، فدايما تحتاج معالج يقدر، كارت الشاشه يقدر يسهل لك كل الكلام ده. المره دي هنا كارت الشاشه مع البروسيسور بيقدروا الاثنين في نفس الوقت يعملوا المهام دي، فده طبعا بيديك افضليه كبيره ان الاثنين بيساعدوا بعض ان هم يحسنوا الريندر ويحسنوا الاداء في الشكل ده. وكمان مع البنش مارك احنا لقينا ال 3050 مقارب جدا لاداء الكارت ده. فانت بتاخد كارت طبعا باستهلاك طاقه اخف، نتكلم في 50 واط مع البروسيسور، فانت بتتكلم على جهاز اعتمادي. اغلب مننا بيبقى فيه نقطه كده في النص، ولا هو عايز يشتغل شغل جرافيكس كبير، ولا هو محتاج جهاز يكون وزنه تقيل. تتكلم في جهاز انا قادر اشيل بايد واحده طول الوقت، في نفس الوقت وزنه خفيف جدا تتحرك بيه. طبعا خامات الاكس بي اس هنجيلها، بس انا بتكلم انت دايما محتاج كارت يسهل لك القصه دي، فالجزء ده بيكون مميز جدا. طبعا دعم الدي ال اس مع زي طبعا كارت انفيديا، وكمان دعم الري تريسنج في 8 كور تريسنج في الجهاز، فده برضه هيكون شيء مميز جدا لقصه الجرافيكس. طبعا في الالعاب يديك اداء كويس جدا مع البروسيسور جيل 13، وكمان دعم الرامات الجيل ال 12 بتديك افضليه كبيره في حاجه زي كده. لو جينا هنا بيقدر ياخد معاك هنا طبعا سرعه 4800، ولو حبينا نعمل ابجريد ل 5200 السرعه بتاعتنا هنقدر نوصلها. طبعا في 2 سلوتس موجودين، فتقدر توصل بالرامات لحد 64 جيجا، ودي شيء مميز جدا بالنسبه لرامات دي ار 5. فالكومباينيشن الثلاث نقط، معالج مع الرامات مع كارت الشاشه، ثلاثه مع بعض مع تفاصيل المذر بورد والجهاز نفسه وخاماته، وطبعا زي ما انت شايف اللوجو بتاع اكس بي اس وجوده المعدن وكل التفاصيل دي، وحدتين تبريد، فانت بتاخد شيء مميز جدا بشكل كبير. فدايما بيهمنا ان احنا فعلا نقدم لك حاجه مميزه. طبعا زي ما انت شايف الشاشه 4K، طبعا الوانها مشبعه جدا بشكل كبير. طبعا السماعات بتاعته نفس سماعات الديل بلاي ستيشن، فبتاخد سماعات جودتها عاليه جدا، سماعتين من فوق سماعتين من تحت مع التاتش باد الكبيره، الباك لايت، الفيس اي دي، وكمان وجود الفينجر برينت هنا. فكل التفاصيل دي كلها تخلي الجهاز ده من افضل الاجهزه اللي انت ممكن تفكر فيها. استنوا فيديو تاني مطول وفيه شرح اكبر على قناتنا على اليوتيوب، فانت مش عامل سبسكرايب هنسيب لك لينك الاشتراك في الكومنتات، فلازم تعمل سبسكرايب لان الفتره الجايه هنعمل لك مراجعات فعلا حقيقيه موضوعيه بتديك كل المميزات وكل العيوب، عشان قبل ما تختار قرار الشراء. الاجهزه ما بقتش رخيصه دلوقتي، فلازم تتاكد من كل حاجه. وكمان اهم حاجه الضمان بتاعنا سنه من منتج ستور 36 نصر فيلو ارض الجولف في مدينه نصر.